السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض غرزة حلوة قوي وسهلة وبسيطة خالص خالص خالص. تنفع نعمل منها كوفية، نعمل منها بلوفر، نعملها في ايس كاب، نعملها في اي مشروع انت حابة تعمليه. يعني ممكن تعملي من الغرزة دي في فستان في ولما تعمليها بقى في كوفية هتبقى تحفة قوي قوي قوي. آم، انا هشتغلها بخيط برنسس، وهشتغل بإبرة مقاس 3. خيط برنسس بالمناسبة عشان بتسأل كتير قوي وانا عامله له ريفيو على القناة. الخيط مميز جدا، نضيف جدا، حلو بطريقة فظيعة، ما بيوبرش. انا بحبه، مفضل جدا بالنسبة لي في الشغل. آه هنسمي بالله ونبدأ. قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا، لو مش مشتركة في القناة اشتركي، ويا ريت لايك للفيديو و بس لان ده بيدعمني يعني. وطبعا عذرا 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 على صوتي لاني الحمد لله يعني تعبانه شويه، بس قلت اخرج نفسي من المود ونعمل مع بعض حاجه بسيطه وسهله علشان ايه؟ آه نشجع بعض يعني. نسمي بالله ونبدا. طبعا احنا هنشتغل مع بعض عينه للغرزه، هشرح لكم فيها الغرزه بالظبط. ماشي؟ طيب لو انت حابه تعملي الغرزه دي كوفيه هقولك برضو تعملي ايه. اولا احنا بنبتدي بعدد سلاسل من مضاعفات الرقم 3 زائد 2. يعني ايه 3 زائد 2؟ يعني بعمل عدد سلاسل يقبل الاسم على 3 ايا كان عدد السلاسل ده. بعد ما بخلص العدد خالص بقوم مزودة غرزتين سلسلة. طيب بحدد ازاي؟ مثلا لو عايزه اعمل كوفيه، هو عرض الكوفيه المتعارف عليه بالنسبه لنا من 17 سنتي ل 20 سنتي. طيب لو انت حابه تعملي الكوفيه هتقومي عامله سلاسل، عدد سلاسل زي ما قلنا يقبل الاسم على 3. هتفضلي تعملي السلاسل وتقيسيها بالمزورة لغاية ما تلاقيها من 17 ل 20 سنتي حسب ما انت عايزة تعملي عرض الكوفية. وبعد ما تخلصي السلاسل تعملي 2 غرزتين سلسلة. طيب انا دلوقتي هعمل عدد سلاسل يقبل الاسم على 3 وليكن 21 سلسلة. دي هتبقى زي ما قلنا عينة. ال21 سلسلة دول ما ينفعوش كوفية خالص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 سلسلة. تمام؟ زي ما قلنا بنعمل عدد يقبل الاسم على 3 زائد، بعد ما عملنا 21 سلسلة هنعمل غرزتين سلسلة. تمام؟ هتعملي انت بقى عدد السلاسل ده. لو هتعملي كوفية هتكبري عن كده بحيث انك لما تجيبي المزورة بتاعتك وتقيسي تكون دي من 17 ل 20 حسب ما انت عايزة عرض الكوفية بتاعتك. تمام كده؟ بعد كده بعمل سلسلة ارتفاع، دي بعملها كل سطر، دي سلسلة غير معدودة ملهاش علاقة بالعدد بتاعي. بعمل سلسلة ارتفاع، وفي الغرزة التانية يعني بسيب سلسلة الارتفاع اللي عملتها، وفي الغرزة التانية من الإبرة بدخل أعمل فيها غرزة نص عمود. باخد لفة على الإبرة وادخل في الغرزة واطلع، واخد لفة على الإبرة واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. تمام كده؟ بعد كده بعمل ايه؟ بسيب سلسلة تحت، وفي اللي بعدها بدخل أعمل غرزة نص عمود سلسلتين، وفي نفس الغرزة تاني بدخل اعمل نص عمود كمان. انا عملت النص عمود بس لوحده في الاول ده عشان يبقى بداية السطر عندي ونهايته هيبقى نص عمود. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بسيب سلسلتين تحت، ادي سلسلة وادي التانية. في التالتة بدخل اعمل نفس اللي عملته هنا، ادي 1 2 السلسلة الاولى التانية. في التالتة بدخل اعمل نص عمود سلسلتين، نص عمود معاها في نفس المكان. تمام؟ بسيب غرزتين، وفي التالتة بدخل اعمل سلسلتين، قصدي سوري، نص عمود سلسلتين نص عمود. برضو نفس الموضوع، بسيب غرزتين تحت، وفي التالتة بدخل اعمل فيها نص عمود
سلسلتين، وفي نفس المكان برضو نص عمود. اسيب غرزتين تحت، في التالتة زي ما قلنا بندخل نعمل فيها نص عمود، سلسلتين، نص عمود. تاني غرزتين تحت بنسيبهم، التالتة بندخل في نعمل فيها ايه؟ نص عمود. خلاص حفظنا سلسلتين نص عمود. هي الغرزة سهلة خالص، ماشي. ادي سلسلتين، وفي التالتة ادي سلسلة اهي، التانية في التالتة بدخل اعمل فيها ايه؟ نص عمود، سلسلتين، نص عمود. طيب بعد كده بعمل ايه؟ احنا كنا هنا في الاول عملنا نص عمود سلسلة ودخلنا عملنا الغرزة بتاعتنا، فهنا في الاخر هنسيب ايه؟ هنسيب غرزة، وفي الاخيرة هنعمل فيها نص عمود. تمام كده، نص عمود، عشان يبقى بداية السطر عندي ونهايته غرزة نص عمود. لسه طبعا ما ظهرتش معانا الغرزة، هناخد سلسلة ارتفاع. سلسلة الارتفاع دي زي ما قلنا غير معدودة، ملهاش علاقة بالعدد. في اول غرزة اهي النص عمود بتاعنا، هندخل نعمل فوق نص عمود. بنبتدي السطر زي ما قلنا وبننهيه بنص عمود. طيب بعد كده بيقابلني حرف الفي اللي اتعمل من نص عمود، سلسلتين نص عمود. بدخل في المنتصف في نص الغرزة دي، في المنتصف هدخل اعمل نص عمود، سلسلتين، نص عمود. وهو ده شرح الغرزة بتاعتنا، ما فيهاش حاجة تاني. ادخل في حرف الفي اللي بعدها وادخل اعمل نص عمود، سلسلتين، نص عمود. الحرف الفي اللي بعدها نص عمود، سلسلتين، نص عمود. اللي بعدها كذلك نص عمود، سلسلتين، نصف عمود. واللي بعدها نص عمود، سلسلتين، نص عمود. الغرزة حلوة قوي يا بنات، النتيجة بتاعتها بتبقى حلوة قوي قوي في الشغل، وبسيطة يعني، بتاخدش منك تعب، بتاخدش منك مجهود. ماشي، جينا لاخر حرف في اهو، نص عمود، سلسلتين، نص عمود. طيب بنختم ايه زي ما قلنا؟ اخر حاجة عندنا ايه؟ غرزة نصف عمود فقط. تمام، بنطلع سلسلة ارتفاع برضو غير معدودة زي ما قلنا، سلسلة ارتفاع، نلف الشغل وندخل في اول غرزة فوق النص عمود، بنعمل نص عمود، ونكرر بقى اللي عملناه كله في قلب حرف الفي اهو. ما تشتغليش هنا في الفاضي ده، لا، احنا بنشتغل بين في غرزة الفي هنا اللي كونها النص عمود، سلسلتين، نص عمود، يعني بنشتغل تحت السلسلتين. عملنا اهو تحت السلسلتين يا بنات عشان ما حدش يتلخبط. عملت غرزة نص عمود، اعمل سلسلتين، نصف عمود. تمام، هروح تاني تحت السلسلتين، تحتهم اهم، هدخل تحتهم في الفراغ واعمل نص عمود، سلسلتين، نص عمود. ادخل تاني في الفراغ اعمل نص عمود، سلسلتين، نص عمود. هي دي بس الغرزة، بس كده. هتفضلي بقى تشتغلي وتطلعي بقى العدد بتاعك زي ما انت عاوزه. حابه بقى تعملي الغرزه دي، انت ممكن زي ما قلنا نعملها في كوفيه، ممكن نعملها في ايس كاب، ممكن نعملها في بلوزه. طب هتعمليها في بلوزه ازاي؟ لو حبيتي تعملي، ممكن تعملي جزء مستطيل بيها، تاخدي مقاس البلوزه الجزء الامامي وتعملي بيه عدد سلاسل على قد المقاس الامامي من البلوزه، وعدد سلاسل للمقاس الخلفي، وتقفلي من الجناب وتقفلي من الكتف من فوق، وتسيبي الجزء بتاع الرقبه. وتعملي بعد كده تشتغلي على الاكمام رايح جاي رايح جاي على الكمين لغايه ما يطولوا، وتبقى بلوزه اوفر سايز. هتبقى تحفه قوي وشيك جدا في اللبس، ورقيقه وبسيطه. تمام. انا بقى كده خلاص عشان ما بقاش بطول عليكم، ويعني شرحت كتير في الفيديو او طولت عليكم بما فيه الكفايه.
اشوفكم على خير. ولو في اي سؤال لاي حاجة تانية سيبوهولي في الكومنتات، ولو في اي مشروع حابين ننفذه مع بعض سيبوهولي. وما تنسونيش بكلامكم الحلو ودعمكم اللي دايما بيشجعني، وكلامكم الجميل اللي دايما بيدعمني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.